سلام. اذا غنبدا سلسله ديال كتب كنصح بهم، خاصكم تشريوهم من المعرض الدولي للكتاب اللي غيكون في الرباط. اذا اول كتاب اللي غنقول في هذا الفيديو هو ما تعرفه عن العظام لستيفاني فو. غنخلي لكم الكفر هنايا. هذا كتاب غتلقاوه في الرواق للنشر والتوزيع. انا كنظن شريته العام اللي فات، كنظن شريته بشي 80 درهم، ما كانش غالي. وحتى الرواق دار نشر الرواق كيعجبني التعامل ديالهم، حتى الترجمه ديالهم رائعين. هذا الكتاب كبير، فيه شي 500 صفحه او 400 وشي حاجه. على ما كيهضر على ستيفاني فو. كتعاود هي واحده صحفيه كتعاود على الاكسبيرينس ديالها مع هذا الاضطراب اللي هو من الاضطرابات النفسيه التي تصيب الانسان. هاد السيده ملي غتقراو نتوما داك الكتاب غتقولوا واو شني دوزت ومازال عايشه. يعني الاضطرابات النفسيه، المعاناه ديالها مع يماها، والديها، الطفوله ديالها، الشباب ديالها. يعني السيده اقل ما يقال عن حياتها انها قاسيه جدا 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 وعانت. هذا الكتاب غيخليكم اول حاجه تعرفوا اكثر على هذا الاضطراب، لان ما كنتش صراحه كنت كنعرفه فقط بالاسم، ولكن تعرفت عليه اكثر في هذه المذكرات اللي هو اضطراب كرب ما بعد الصدمه. ثاني حاجه كنظن ان هذه المذكرات خاصو اي واحد يقراهم. علاش؟ سواء الناس اللي هي ديجا دوزت المرض النفسي، سواء الناس اللي ما عمرها دوزت المرض النفسي، وسورتو الناس اللي ما عمرهم دوزوا المرض النفسي، لانهم ملي غيقراو هذا الشيء ملي غيقراو هذا الشيء غيعرفوا علاش اولا كيفاش الاضطرابات النفسيه كتزعزع الانسان اولا كتخلي الانسان، ولا حتى داك الاضطراب النفسي كيفاش كيجي. راه ما كيجيش غير عبثا، راه من الطفوله وانتينا ماشي. داك التراكمات كتخلي الانسان يجي اي اضطراب نفسي كما كان سكيزوفرينيا، وكثر بعض المرات كتكون وراثي، ولكن حنا كنهضروا من غير وراثه، كنهضر على ان الظروف تتحكم في الانسان وكتخليه يمرض بهذا الامراض. كتاب زوين رائع، كنظن كنت عطيته تقييم 4 من 5 ولا 5 من 5 ما عقلتش. انا عاقله انني قريته في واحد المده وجيزه، كنظن يومين، واخا هو كبير زوين، كنصحكم به. كنتمنى تلقاوه في الرواق، ولا لقيتوه شريوه.